بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في قناة كروشيه منون. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غرزة الاسبوع. الغرزة النهاردة هي غرزة الالبن ستيتش. غرزة الالبن ستيتش من الغرز المشهورة والغرز الجميلة. هي غرزة شتوية، غرزة مقفلة وليها ملمس. هي تكتشر ستيتش، ليها ملمس. تنفع جدا للملابس الشتوية، للسكارفات. حلو جدا. تنفع بالخيط المتوسط السمك وبالخيط السميك. يعني الخيط ده سميك، شايفين النتيجة بتاعتها عاملة ازاي، والخيط ده متوسط السمك. طبعا انا عملت واحدة جونجو وواحدة سادة عشان تبقوا متخيلين نتيجتها بتبقى عاملة ازاي. هي غرزة هايلة بصراحة. نتيجتها حلوة جدا. نقدر نوظفها في حاجات كتيرة واهمهم ملابس الاطفال. الغرزة مكونة من بتتكون من عدد 2 وهي تكرار 4 سطور. غرزة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة خالص. اهم غرزة حاجة فيها ان احنا نبقى عارفين العمود الامامي والعمود الامامي، لان هي مبنية اساسا على العمود الامامي. في سطر ثابت في الاول وبعد كده يعني هشرح لكم الغرزة بالتفصيل ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا وتعملوا سبسكرايب للقناة وتكتبوا كومنت، بنحب نسمع رأيكم. ولو احنا مستعدين يلا بينا. عقدة البداية بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، وانا بشتغل بإبرة 3 مليمتر. هشتغل سلسلة من مضاعفات العدد 2، 1 2 1 2، مضاعفات العدد 2 وهزود 1. طبعا انا بزود 1 علشان احولها لعدد فردي. عملت سلسلة للعينة، السلسلة دي من مضاعفات العدد 2 وزودت سلسلة. هرتفع 1 2 3، هرتفع 3 سلاسل وهلف الخيط على الإبرة وهبدأ أعمل عمود على كل عمود. هعتبر ال3 سلاسل دول ارتفاع، وعلى الغرزة الرابعة هعمل عمود. هطلع من حلقتين كمان حلقتين، هلف الخيط على الإبرة وهنزل في الحلقة اللي بعديها. معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين كمان حلقتين، هلف الخيط على الإبرة هلف الخيط على الإبرة وهنزل في الحلقة بتاعتي. هسحب خيط، معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. هكرر كده لحد آخر السطر، والسطر ده سطر تأسيسي. وصلنا لنهاية السطر. نتأكد ان العدد بتاعنا عدد فردي. هنرتفع سلسلة والف الشغل واعمل غرزة حشو على اول غرزة. غرزة حشو انا باخد حلقتين وبطلع منهم، هدخل تاني في الغرزة اللي بعديها هعمل غرزة حشو. السطر ده كله غرزة حشو فوق كل غرزة. هعمل غرزة حشو فوق كل غرزة. زي ما انتوا شايفين كده. هكمل في اخر غرزة حشو. هنرتفع 1 2 3 وهلف الشغل وهاخد لفتين على الإبرة علشان أبدأ أعمل السطر التالت. السطر التالت هيبقى عمود بلفتين. أول حاجة عمود بلفتين على العمود ده، العمود اللي في السطر الأولاني. السطر اللي أنا قلت ده مش هيتكرر، ده سطر تأسيس. هعمل فيه عمود بلفتين، عمود أمامي. هنعيد تاني، هلف الخيط على الإبرة. العمود اللي بعديه خلي بالنا مش هندخل في الفتحة دي، لا، لأن دي خلاص عملنا عليها العمود ده. هدخل في الفتحة اللي بعديها قصاد العمود التاني، أعمل عمود عادي في مكانه الطبيعي.
عمود عادي في المكان الطبيعي. هلف الخيط على الإبرة مرتين وهفوت العمود ده وهدخل في العمود اللي بعديه اعمل عمود امامي. يبقى انا كده بدخل باخد عمود وعمود، عمود اعمله عمود امامي وعمود، والعمود الامامي بيبقى عمود بلفتين، وعمود بعمله عمود عادي وده بيبقى في مكانه الطبيعي. نكرر تاني، العمود ده هيبقى عمود عادي، العمود ده هيبقى عمود بلفتين، عمود بلفتين هنزل اخده منين؟ عمود امامي بلفتين من السطر اللي تحتيه. عشان كده انا بطوله اكتر علشان انا هنزله اجيبه من السطر اللي تحتيه. العمود اللي بعديه هيبقى عمود امامي. خلي بالنا انا بدخل فين، انا بدخل هنا مش بدخل هنا، لان دي خلاص احنا عملنا عليها مكانها العمود بتاعها. انا بدخل في مكان العمود اللي تحت. خلي بالنا لان دي ممكن تغلطنا في العد. هاخد لفتين وانزل للعمود، انا ده العمود اللي انا عملته، هنزل للعمود اللي بعديه، الغرزة اللي بعديها، بس بنزل من تحت العمود علشان اعمل عمود امامي. يا رب يكون الشرح واضح. العمود اللي بعديه عمود عادي، يبقى التكرار بتاعي السطر الثالث هيبقى عمود عادي عمود امامي، عمود عادي عمود امامي، زي ما انتوا شايفين كده. هكمل لاخر السطر. وصلت لاخر غرزة في السطر. هعمل العمود، عملت العمود العادي، هعمل اخر حاجة العمود الامامي، وهيتبقى لنا العمود الاخير خالص اللي هو مكان سلاسل الارتفاع. يبقى كده انا انهيت السطر الثالث. يبقى السطر الثالث بادئ بسلاسل ارتفاع منتهي بعمود. اول غرزة بعد العمود ده، بعد السلاسل الارتفاع، كانت عمود امامي. اخر غرزة قبل العمود ده كانت عمود امامي. السطر الرابع هيكون هرتفع سلسلة والف الشغل وهعمل غرزة حشو على كل غرزة. السطر ده برضو سطر ثابت، بين كل سطر وسطر بعمل سطر حشو، بين كل سطر وسطر بعمل سطر حشو. السطر ده ثابت بيتغير، بس بعد كل سطر انا بعمل سطر حشو، لان فايدة سطر الحشو ده حاجتين. الحاجة الاولانية ان ازود الارتفاع، الحاجة التانية ان انا بشتغل على وش الشغل، ان انا دايما طول الوقت بشتغل على وش الشغل، فبعدي الظهر بتاع الشغل بسطر الحشو ده. هكمل. وصلت لاخر غرزة في السطر. راجع لكم عشان انا راجعة في اخر غرزة في السطر علشان افكركم ان ما ننساش الغرزة اللي بتتعمل على العمود بتاع او السلاسل بتاعة الارتفاع، عشان دي ما تلخبط لناش العدد. هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل وهبدأ اعمل السطر الاخير في التكرار بتاعنا. السطر الاخير هيبقى انا عملت هنا سلاسل الارتفاع. لو تفتكروا السطر اللي فات كنت ببدأ بالعمود الامامي، لا السطر ده انا هبدأ بالعمود العادي. انا ليه ببدأ كده؟ عشان اعكس الشغل. يبقى فوق العمود الامامي هعمل عمود عادي، وفوق العمود العادي هعمل عمود امامي. هلف لفتين على الابرة وهنزل على العمود العادي بتاع السطر اللي فات اعمله عمود امامي، اطلع من لفتين لفتين لفتين، هلف الخيط على الابرة وانزل اعمل عمود عادي. همشي بقى التكرار العادي بتاعنا، وبعدين لفتين على الابرة وهنزل على العمود في السطر اللي قبليه من تحتيه اعمل عمود امامي، يبقى برفع العمود العادي. العمود اللي جنبيه هعمله عمود عادي، اللي بعديه هعمله عمود امامي من العمود اللي كان عمود عادي في السطر اللي قبليه.
مش عارفة انتوا شايفين كده ولا ايه؟ يا رب يكون الغرزة واضحة. انا بعمل بس هو نفس الكلام، غرزة عمود بلفتين امامي وغرزة عمود عادي، بس انا غيرت الاماكن بتاعتهم. فوق العمود الامامي عملت عمود عادي، وفوق العمود العادي عملت عمود امامي. هنا هعمل عمود عادي، عمود بلفة. كلمة عمود عادي اللي هو عمود بلفة وفي مكانه الطبيعي. هاخد لفتين على الإبرة وهنزل تحت العمود في السطر اللي قبليه عشان أعمل عمود أمامي. عمود عادي، عمود أمامي. هنكمل كده لآخر السطر، ويبقى كده التكرار اللي احنا هنمشي عليه. هنا لآخر غرزتين في السطر هعملهم عمود عادي، عمود فوق العمود الأمامي اللي في السطر اللي قبليه، ده هيبقى عمود عادي، وعمود على سلاسل الارتفاع. يبقى هنا انا بدأت باتنين، انتهيت باتنين عمود، وبدأت باتنين عمود اللي هو سلاسل الارتفاع والعمود. يبقى ده الاختلاف بس في الباترون، ان انا عندي سطرين تكرار 4 سطور. طبعا سطرين فيهم اللي هم سطرين هرتفع سلسلة عشان اعمل السطر الرابع، وهلف الشغل وهبدأ اعمل غرزة حشو. السطر الحشو ده سطر ثابت بين كل سطر وسطر، لازم اعمل سطر حشو. ده سطر ثابت في الباترون، وتكرار السطرين، تكرار السطرين التاني والرابع هو ده الباترون بتاعنا. هكمل السطر ده وارجع لكم. انهيت كده السطر الخامس زي ما اتفقنا. هو الغرزة دي تكرار 4 سطور. انا عندي السطر الاولاني اللي هو سطر الاعمدة، ده سطر مش بيتكرر. بداية من السطر التاني اللي هو سطر الحشو، ده التكرار بتاعنا. يبقى انا كده التكرار بتاعي حشو السطر الثالث، السطر الثاني، السطر الثالث، الرابع، اللي احنا فيه ده اللي هو السطر الخامس. هنبدأ بقى تكرار جديد، يعني احنا كده خلصنا التكرار الاولاني، هنبدأ تكرار جديد. نشوف هنعمل ايه. سطر الحشو زي ما قلنا هو بداية التكرار، فاحنا عملنا سطر الحشو، هنرتفع 1 2 وهلف الشغل. انا كده بكرر السطر التاني، هلف الخيط على الابرة وهنزل على طول، هلفه مرتين وهنزل على طول اعمل عمود امامي في اول عمود. هطلع من لفتين لفتين لفتين، هلف الخيط على الابرة وهنزل اعمل عمود عادي. هلف الخيط على الابرة مرتين وهنزل للعمود اللي بعديه من تحتيه عشان اعمل عمود امامي. وبعدين هلف الخيط على الابرة وهنزل للعمود اللي بعديه. فوق العمود الامامي انا هعمل عمود عادي. انا كل سطر بقلب الحكاية، هلف لفتين وانزل اعمل عمود امامي للسطر من السطر اللي تحت. وهكذا هنكمل بقى كام سطر علشان شكل الغرزة يبان. ده عمود عادي، ده عمود امامي، عمود امامي بلفتين. ينفع يتعمل بلفة واحدة، في باترونات ان هو بلفة واحدة بس بيبقى اكستندد، يعني بتحاولي تشدي ايدك وانت بتعمليه او تطلعي تزودي لفة. يعني ممكن اوريهولك هيتعمل ازاي لو انا هعمله.
لو احنا هنعمله عمود عادي هنعمله بالشكل ده، لفة واحدة، ما لفتش لفتين، لفة واحدة، دخلت من تحت العمود عادي خالص. بس الثلاث حلقات على الإبرة هخرج من حلقة واحدة، وبعدين من حلقتين، وبعدين من حلقتين. يعني هو عمود عادي بس انا هخرج من 3 حلقات على 3 مرات. ينفع طبعا نعمله كده، بس بيبقى هو مشدود شوية. يعني انا بحس ان هو بيبقى مريح اكتر، والغرزة بتبقى بارزة اكتر لو انتي عملتيه عمود بلفتين. يعني لو عملناه عمود بلفتين بتبقى الغرزة واضحة. العينة بتاعتنا بعد ما اشتغلنا كام سطر، غرزة جميلة جدا، مناسبة جدا لللبس الشتوي. ممكن نعمل منها بطانية بيبي. طبعا في الخيوط الجانجا او الامبر باتيك اللي هي نفس درجات اللون طالعه كويس، حلوه جدا. الخيط المتوسط السمك برضو فيها احلى، لان ده خيط سميك. ده شكله في الخيط السميك، وده شكله في الخيط المتوسط السمك. انا شايفه المتوسط السمك شكله احلى. غرزة سهلة وبسيطة، نقدر ننفذ بيها مشاريع كتير، نعمل بيها سكارفات حريمي ورجالي، نقدر نعمل بيها ملابس، نعمل بيها بطاطين أطفال، نعمل بيها حاجات كتيرة جدا. هي غرزة سهلة وجميلة وشتوية. يا رب الشرح يكون عجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تكتبوا لنا كومنت، بنحب نسمع رأيكم.